روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل: يا ابن رسول الله، كيف نعرف أن صلاتنا مقبولة؟ قال عليه السلام: تعرفون درجة قبولية صلاتكم. ما معنى كلامه؟ بمقدار نهيها لكم عن الفحشاء والمنكر، لأن القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبمقدار ما تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فهي علامة على مقدار قبولها. وإلا شخص يصلي لكن بمقدار ما تنتهي صلاته وإذا به يخوض في كثير، نعوذ بالله، من المعاصي ومن الانحراف، هذا معناه صلاته واصل حسابها بالعامية. وهذا طبعا لا ينطبق فقط على الصلاة، وإنما ينطبق على كل أعمالنا. كل أعمال يوجد غرض لها، فأنت بمقدار تحقيقك لهذا الغرض معناه يكون قد أنجزت ونجحت بعملك.